انت ليه حاطه ما بيننا مسافات؟ انا ما حطيتش حاجه. ليه كل ما اقرب انت تبعدي؟ يمكن ورايا مشوار، ايش عرفك انت؟ ليه مش راضيه تقبليني؟ انا قاعده قدامك اهو. انت ليه مش صريحه؟ انا ما كدبتش عليك. تفتكري هو حبك؟ حبك نار. ده مصطفى قمر. والنبي انت اللي قمر. طب هتفضلي عايشه في اللامبالاه دي كتير؟ مالك يا ابني؟ انت هتستعبطي، عمال المح لك من الصبح. تلمح ايه؟ ده انت مبين العالم كله اللي انا وانت مكتوب كتابنا. هما اللي افتكروا كده من نظراتك ليا اصلا. انت كذاب. ليه بتقولي كده؟ مش مصدقاني؟ اصل انا دايما ببص لك بقرف اصلا، يبقى نظرات ايه بقى؟ حبيتي الفلوس عني؟ طب خليك مكاني، يبقى لا قبول ولا فلوس. انا مفيش حد يعوضني. لا عادي، انا ممكن انساك بفيلم لاحمد عز. انا مسيري هكون غني وهاخد كل حاجه انا عايزها، بس مش هتقدر تاخد قلبي. علشان ما حد غيري. لا علشان انا عامله له باسورد. تفتكري نهايه قصتنا ايه؟ هو انت ليه مصر تربطني بيك؟ انا مش فاهمه. لا انت مش فاهمه، طريقنا خلاص بقى واحد. اشمعنى؟ هو الطريق الى ايلات؟ انت عمرك ما راضيه تاخدي كلامي على محمل الجد ابدا. اصل خليك مكاني. ازاي؟ انت لسه عارفني من يومين، لحقت تكتب فيا اشعار وقصايد واذكار وكل طرق الحب تؤدي الى روما. والله مقدار الوقت بالنسبه لي انا اللي حدده، ومعرفه يومين دي على فكره كتير اصلا يعني. يا راجل لحقت تاخد مساحه انك تحبني؟ مساحه ايه؟ ده انا مره واحده بعتت لي هاي على الماسنجر قلت لها بحبك. انت عندك فراغ عاطفي؟ لا، عندي اخ اصغر مني. طب ما انت قشطه وبيسه اهو بتضحك، امال ليه منكد على ابويا؟ انا اصلا تخصص فريند زون. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. انت زي اخويا اصلا، صباح الفل.